في أعماق المحيط الأزرق كانت عايشة سمكة صغيرة اسمها نورة. بس نورة مش شبه باقي السمك. زعانفها كانت غريبة، عاملة زي رجلين. كل يوم تطلع للسطح تبص على الناس فوق وتشوف الولاد بيجروا والطيور بتطير وتسأل نفسها يعني ايه تمشي؟ يعني ايه تحس برملة تحت رجلك؟ قررت نورة تزور حكيم البحر، سمك عجوز معروف انه بيخبي اسرار المحيط. قالت له انا عايزة امشي على الارض. ضحك وقال زعنفك دي مش صدفة، دي هدية. أجدادك كانوا بيمشوا على الأرض، بس لازم تستخدمي القوة دي عشان تساعدي، مش بس عشان الفضول. تاني يوم سمعت نورة صوت عيل صغير بيعيط عند الشط. كان اسمه سالم، لعبته وقعت في البحر. قال لها مش عارف أجيبها، مش بعرف أعوم. نورة نطت في المية جابت له لعبته، بس كانت اللعبة اتبلت واتبوظت. وقفت نورة قدام الشط، خدت نفس عميق وطلعت بره المية. كانت خطواتها الأولى متلخبطة، بس بعد شوية بدأت تمشي فعلا. راحت لبيت سالم وحطت لعبته تحت الشمس عشان تنشف. سالم ما صدقش نفسه. ايه ده، سمكة بتمشي؟ نورة ابتسمت وقالت كل واحد فينا عنده حاجة مختلفة، والاختلاف ده ممكن ينقذ حد تاني. من يومها بقت نورة مش بس سمكة، بقت رمز. كانت بتساعد كل طفل فقد حاجة في البحر، وبتنقل الحب بين عالم المية وعالم اليابس. وبكل مرة تبص لزعانفها المختلفة تفتكر الاختلاف مش ضعف، ده قوة.